حقيقة إطلاق سراح المغنية دنيا بطمة. إليكم التفاصيل. لا تزال صفحة المغنية المغربية دنيا بطمة تطالب بالعفو على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وتنشر مجموعة من الصور التي يتداولها الجمهور لدعمها والمطالبة بإنهاء محكوميتها وخروجها من السجن. وشارك القائمون على صفحة دنيا بطمة مع متابعيها عبر خاصية ستوري مجموعة من الصور التي تحمل الكثير من الأدعية لتخفيف العبء عنها في السجن، محاولين دعمها بطريقة غير مباشرة كي تتخطى معاناتها في السجن بسبب قضية حمزة منببي. وبالرغم من تورط المغنية وتأكيد علاقتها بالحساب الذي تسبب في مشاكل جمة لمشاهير وفنانين، إلا أن دخولها للسجن زاد من تعاطف جمهورها وأصبحوا يمنون النفس بخروجها. وعلاقة بالموضوع، كشفت مصادر مقربة من هيئة دفاع دنيا بطمة أنها تقدمت بطلب العفو الملكي لدى مديرية العفو بوزارة العدل، آملين أن يدرج ضمن الملفات المقدمة في مناسبة عيد الفطر القادم. على الجانب الآخر، كانت حسابات مهتمة بالفن والمشاهير تحدثت عن الحالة النفسية التي تعيشها دنيا بطمة داخل السجن، مشيرة إلى أن الأخيرة مدمرة وترفض طعام المؤسسة السجنية، قبل أن تنفي مصادر قريبة من عائلتها أن الأنباء مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.